السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. حلقة جديدة من كورة على الماشي. راح أتكلم اليوم عن حارس المرمى مانويل باتوي اللي أعلن بالأمس فسخ عقده مع الهلال. أبغى أتكلم كلمتين كذا محشورين في حلقي. الحارس هذا أول ما جاء الهلال جاء كأفضل حارس شاب في الدوري الفرنسي. كان تعاقد أسطوري بالنسبة لي أنا للهلال. الهلال اللي كان مأمن مركز حراسة المرمى ل10 سنوات قدام. حارس من أروع ما يكون. اللي ما شاف مانويل باتوي يا جماعة الخير، يعني من أروع ما يكون حرفيا. يعني أنت تتكلم عن أفضل حارس شاب في الدوري الفرنسي، اللي في باريس سان جيرمان وفي مارسيليا وفي ليون وفي أندية كبيرة. وهو ما شاء الله تبارك الله فرض نفسه وأخذ جائزة أفضل حارس شاب. طيب، لما جابوا الهلال جابوا على أساس إيش؟ وركز في الكلام اللي أنا هقول لك إياه. الهلال جابوا على أساس إنه يكون بديل لياسين بونو الذي لن يكون متاح في الفترة من يناير إلى فبراير بسبب مشاركة المنتخب المغربي في كأس أفريقيا. حلو الكلام؟ شفتوا؟ ما شفتوا. ليش؟ لأنه الكابتن الكبير إنزاجي، وأنا أعتذر عن كابتن وكبير الاثنين، لأنه السباك إنزاجي الله يفكنا منه يا رب قرر أنه هو يلعب محمد الربيعي. محمد الربيعي المنتحل صفة حارس مرمى. محمد الربيعي أعطاهم ورقة مزورة يوم كان في الأهلي. أعطاهم ورقة، فهمت كيف؟ مكتوب فيها المهنة حارس مرمى. الورقة هذه مزورة 1,000,000%. أنا مستعد أحلف إنه هو ليس حارس مرمى. محمد الربيعي في الفترة اللي حرسها استقبل تقريبا 20 هدف أو 24، مو متأكد بالضبط. استقبل أهداف كثيرة، يمكن كل مباراة يستقبل 3-2 3-2 3-2. أي نعم بنفوز والحمد لله ماشي معانا. لكن أنت ليش جبت مانويل باتوي؟ انت جبت مانويل باتوي على اساس انه يكون بديل ياسين بونو في فتره مشاركه ياسين بونو في كاس افريقيا. لكن انت ايش، انا اقول لك انت ايش فكر. وهذا الشيء الغريب في هذا المدرب، يعني سبحان الله العظيم. هو خاف من تألق الحارس الفرنسي، وانه ممكن ياخذ مكان ياسين بونو، لانه ياسين بونو احنا شايفين انه هو مستواه منخفض جدا. طيب، والله ما ادري ايش اقول قسما بالله العظيم. طيب ليش انت جبته اصلا؟ طالما ان انت ما تبغى واحد يتألق على ياسين بونو وجايب افضل حارس شاب في الدوري، فليش جبته؟ بالله عليك ليش جبته؟ علشان تحرق دمنا؟ علشان يمشي الحارس واحنا نقعد نقول يعني ليه حرس 3 مباريات كلين شيت، وش اسمه، وحرس في دوري جوي كلين شيت. انا شفت مباراة الهلال والبكيرية في دوري جوي، اقسم بالله تألق مو طبيعي. اقسم بالله حارس من اجمل ما يكون. هذا الحارس لم يحصل على دقائق في الهلال. اللي محمد العويس طالع من كام يوم يقول لك انه هيلعب 30 دقيقة. يا حبيبي انت مع انزاجي والله ما تلعب ال30 مباراة اللي انت بتحلم بيها، ولا ال25 ولا ال20 ولا ال15 حتى. انت مع انزاجي. فبدل ما يخلي الحارس مانويل باتوي هو اللي يحرس، حط محمد الربيعي. طيب ليش؟ ليش انا كهلالي يعني مكتوب علي ان انا يكون عندي حارس بهذا التألق ان انا ما اشوفه يلعب، واتحمل لا مؤاخذة اتحمل ياسين بونو وقرف ياسين بونو اللي سواه السنة اللي راحت، ياسين بونو اللي ما كان ابدا في مستواه، علشان في الاخير مانويل باتوي يروح يفسخ عقده بنفسه مع الهلال. حسبي الله ونعم الوكيل في إدارة الهلال، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي جاب إنزاجي. بس إذا عجبك الفيديو
سوي لايك ولا تنسى تشترك في القناة. سلام عليكم.